كلامي النهارده للستات، لازم تاخدوا بالكم ان بعد سن ال 30 لازم تلعبوا رياضه اجباري. ليه؟ لو انت قبل سن ال 30 ما بتلعبيش رياضه وده بالنسبه لك اوبشن، مع ان ده مش المفروض اوبشن، يعني انت حره، انت كده كده جسمك لسه بيبني وبيكون، فما عندناش مشاكل. بس بعد سن ال 30 كل 10 سنين جسمك بيفقد 5% من الكتله العضليه، وبعد سن ال 60 جسمنا بيفقد 10% من الكتله العضليه. فلو انت بتعتمدي بس على المكملات الغذائيه وبتعتمدي على الفيتامينز والمينرالز، باخد فيتامين مينرال وامينو اسيد وده كله، فاكره ان هو بيعوض الكتله العضليه، الكلام ده مش حقيقي، هو بيعوض نسبه، لكن الرياضه هي الاساس. فبعد سن ال 30 لو سمحتوا تلعبوا رياضه بشكل يعني دوري بشكل منتظم، عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي هتعوض فرق اللي احنا بنفقده. فلما بنلعب رياضه احنا بنحافظ على الكتله العضليه، بنحافظ على صحتنا، شكلنا، بشرتنا، التجاعيد بتاعتنا، وشنا، كل حاجه. بعد سن ال 30 اجباري نلعب رياضه، لانك لو ده ما حصلش هتفقدي حاجات كتير قوي.